السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير كده دايما يا رب. صباح الفل وصباح الجمال، صباح الهنا عليكم يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم كده، اللهم امين. النهارده بقى هنعمل فطار بقى ايه بقى ملوكي. فطار اليوم الجمعة ده بيبقى ليه فطار كده خاص كده، غير اي يوم في الاسبوع. فطار كده بيبقى كله خير وبركة ولمة حلوة. مفيش بقى مدارس، مفيش اي حاجة بقى ايه ده يوم الاجازة، يوم العطلة بقى. هنشوف هنعمل مع بعض ايه الفطار النهاردة، هنجهز لهم ايه ونشوف هنعمل لهم ايه. اول حاجة انا معايا بطاطس كده، كان عندي كام بطاطساية كده. قشرتهم وقطعتهم كده صوابع، اعمل لهم بطاطس محمرة. تمام. وكان عندي كام طماطمايه برضو غسلتها وقطعتها حتت صغيرة. يعني هحاول اعمل لهم بقى فطار مختلف غير فطار كل يوم. هما كل يوم بقى في مدارس، كل يوم بقى في اللانش بوكس بيتحط للصبح كده، بقى بيتحط لهم بقى حاجات معينه فيه. اما النهارده لا، بقى يوم اجازه. عايزه اقول لكم برضو هم صاحيين برضو بدري، اتعودوا خلاص ما دام هم بيصحوا طول الاسبوع بدري، فحتى يوم الجمعه بيصحوا بدري، والسبت بيبقى برضو عندنا اجازه. فبيصحوا برضو ايه بدري. بس الجمعة بيبقى بابانا معانا وكده. ويوم الجمعة بيبقى يوم خير كده ويوم بركة ويوم حلو بجد والله على الجميع يعني ان شاء الله. فانا قلت بقى اقوم اعمل لهم بقى فطار حاجة تانية غير كل العادة، غير كل يوم يعني. طبعا بسألهم هتفطروا ايه، عايزين ايه، مش عارف ايه، كل واحد قال حاجة. طبعا قالوا ان هو الحاجات اللي هم ما بياخدوهاش طول الاسبوع. فول، فلافل كده، فاهمني. بطاطس ممكن ساعات بعمل لهم، بس مش دايما يعني. هنا حطيت بقى خلاص البطاطس بتاعتي. حطيت الزيت على النار طبعا سخن كويس قوي. بروح بنازله بالبطاطس بتاعتي. دي اول حاجه ايه اخلصها، وبعد كده نشوف ايه حاجه حاجه، لان البطاطس قلت هتغيب على النار. مش عايزه اعمل بقيه الحاجه وتبرد مني. قلت عبال ما يعني هقشر البطاطس واغسلها واقليها، بتاخد وقت على النار وكده، فاخلصها هي الاول واركنها. مش هتبرد يعني، عبال ما اخلص ايه بقيه اللي انا هعمله، الحاجات التانية اللي انا هعملها. ويكونوا هما كمان ايه نزلوا يصلوا مع باباهم، فيكونوا ايه جم من الصلاة كمان. لو لسه متابعيني لحد دلوقتي في الفيديو، ما تنسيش الاشتراك في القناة. لو أول مرة بتنوريني وبتشرفيني، طبعا وجودك بيفرحني وبيشرفني طبعا. لو مش مشتركين يا ريت تشتركوا من كلمة اشتراك اللي هي تحت الفيديو دي على طول، واختاروا كلمة الكل منها عشان كل فيديو اعمله يوصل لكم إشعار بيه. وما تنسوش بقى طبعا الكومنت بتاعكم الحلو كده اللي بيفرحني دايما. ببقى مبسوطة جدا من كومنتاتكم، حتى لو فيها كومنتات سلبية أو إيجابية، بحبها طبعا وبحب أقراها. لاني بتعلم برضو منها، اشوف اي حاجة. ربنا يديمكم دايما كده ايه معايا ايه على طول في القناة، وتبقوا دايما منوريني ودايما معايا على طول. هنا خلاص خلصت البطاطس بتاعتي وحطيتها بقى في مصفى كده. قلت ايه اصفي بقى ايه لو فيها اي زيت يعني وكده تتصفى خالص. واركنها دلوقتي يعني دوبك ايه مفيش حاجات بسيطة، مش هتبرد يعني. وجبت طاسة تانية حطيت فيها كده معلقة سمنة. هتسخن برضو، هي تسيح كده بس وتسخن حاجة بسيطة. وهنزل بقى عليها ايه ببقية الأكلة التانية الحلوة بتاعتنا بقى ايه الأكل المعروف اللي بتاع يوم الجمعة. أشيل بس الزيت ده كده على جنب، أركنه خالص بقى بعيد عني وبعيد عن الولاد برضو، لأن قلت لو هما جم هيدخلوا بقى ايه جعانين يا ماما من الفطار. فخفت بقى الزيت، انتوا فاهمين، لازم ايه يبعد عننا خالص، احطه في حتة امان. ب... يعني بحيث يكون بعيد عن الاولاد وكده، لان ده زيت سخن كمان. عايزاه يبرد في حتة امان وبعد كده ابقى اشيله. تمام. ما تحطيش اي زيت او اي حاجه قدام الولاد، غلط طبعا لو هما بيخشوا معاكي المطبخ كده. الزيت من الحاجات المؤذيه يعني، خصوصا لو كمان سخن. شلته خلاص على جنب، والسمنه بتاعتي كده ساحت وسخنت شويه. نزلت ايه بكميه الطماطم اللي انا مقطعاها. يعني انا مقطعه كام طماطميه كده كان عندي برضو في التلاجة، قطعتهم. عايزاهم بس ايه يتبلوا كده حاجه بسيطه، واروح ايه نازله عليهم بقى ايه هنزل عليهم دلوقتي بالفول بقى بتاعي. بعت ابني جاب لي فول وفلافل من بره، يعني هم جايين يعني من الصلاة. وهنا الكنكه التانية بصوا حطيت بقى عليها ايه، حطيت فيها لبن وحطيته ايه هحطها على النار تسخن. بحيث ان انا اعمل بقى ايه اللي اعمل لهم شاي بلبن كمان. هنا خلاص حطيت الفول بتاعي مع الطماطم بقى حلو قوي. حطيت معلقه كمون ومعلقه ملح، بس هو ده اللي انا بحطه. حابه تحطي معلقه شطه صغيره حطي، مفيش مشكله. لو عايزه كمان تقللوا بالتومه، انا كنت بعمل كده.
بس النهارده قلت بقى كتغيير يعني ممكن تحطي معلقه السمنه بتاعتك وتروحي نازله بمعلقه تومه صغيره، تدي بس تشويحه تشمي ريحتها، ما تديهاش لون عشان ما تخليش طعم الفول مش حلو معاكي. تمام. يا دوبك بس تدبل كده معاكي او ريحه التومه تطلع، تروحي نازله عليها بالطماطم، والطماطم برضو تدبل معاكي كده، زي ما انت شفتي كده في الفيديو تدبل يا دوبك حاجه بسيطه، تروحي نازله عليها كمان ايه بالفول، وتحطي التوابل بتاعتك اللي هي الملح والكمون بس، متحطيش حاجه تانية. زي ما قلت لك حابه تحطي شطه معلقه صغيره ماشي، بس انا بحط هنا توم وبحط هنا كمون وملح وبس، بيدي طعمه حلو قوي. هسيب كده الطماطم مع الفول تاخد كده ايه وتدي مع نفسها. واحط ايه، هعمل طاسه تانية، جبت طاسه تانية اهي، حطيت فيها برضو معلقه سمنه، ساحت مني وسخنت، ونزلت بكميه البيض بتاعتي. هحط برضو على البيض معلقه ملح صغيره ومعلقه فلفل اسمر صغيره. تمام. شلت الفول كده خلاص كده دوبك ايه زي ما قلت لكم، بس يدي ياخد كده ايه غلوتين مع الطماطم مع الفول خلاص. والتوابل بتاعته دقته لقيته ملحه مظبوط وكل حاجه مظبوط، طفيت عليه وشلته. وبعد كده جبت بقى الطاسه ايه، قلت مع العين الصغيره هحطها على العين الكبيره دي، وطبعا هدي النار شويه عشان دي عين كبيره، مش عايزه كمان الطاسه بتاعتي تتحرق او حاجه. وحاطه طبعا الفلفل بتاعي والملح، خلاص هو ده اللي بيتحط على البيض، فلفل وملح. حابه تحطي في ناس بتحبش الفلفل الاسمر وبيحطوا معلقه كمون صغيره، مفيش مشكله، حسب بقى ايه كل واحد بيحب ايه. تمام. انا هنا بحب احط فلفل اسمر ومعلقه ملح، وهسيبه كده ايه يستوى، ومش هياخد ثواني على النار. واللبن خلاص بدأ يسخن اهو، انا كنت حاطاه على العين الصغيره ظبطته عشان ايه يبدأ يسخن، وهخليه كمان ميه. هحط بقى الميه في الكتل كده تغلي بس. بصوا فطارنا سهل وسريع بسيط خالص، ما فيهوش اي حاجه، يعني ايه في 10 دقايق كده نخلصه على طول. زودت هنا معلقه ملح كمان صغيره، حسيت ان هو عايز ملح. هنا بصوا يعني مفيش، ما خدش مني وقت خالص، واحلى فطار مع احلى لمه بجد والله. لمه يوم الجمعه دي بيبقى يوم كده بس خير وبركه بجد والله، غير بقيه الاسبوع كل واحد اللي وراه حاجه بقى بيعملها. كده البيض خلص خلاص اهو، يلا بينا بقى نحط في الاطباق. غير يعني يوم الجمعه بيبقى ليه بصوا. وهنا خلاص بصوا حطيت بقى البيض في الاطباق، وحطيت انا كمان الفول في الاطباق، والفلافل هما كانوا جابوها لي، وجابوا لي كمان خيار مخلل من عند تيتا هما طالعين. وهنا جبت بقى جبنه، دي جبنه دومتي عندي عادي، جبنه اللي هي دومتي اللي هي العلب دي، او اي جبنه عندك علب. خدت كده ايه كام معلقه منها في طبق، وبقيه الطماطم اللي انا كنت مقطعاها طبعا خدت نصها للفول وخدت نصها دلوقتي اهي كده للطماطم. وكده كان الفطار جاهز معانا، بصوا حاجه سريعه اهي. خلصت كده الطماطم او الجبنه بالطماطم. يا رب النهارده يكون الفيديو